أهلا بيكم. قبل ما أبدأ كلامي النهاردة حابة أوجه الفيديو ده بالأخص لفضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي. يا دكتور، أنا محتاجة تصحيح أو تأكيد للمعلومات اللي هقولها لأنها بتمس عقيدة وراحة ناس كتير بتتوجع كل يوم، ومعلوماتي مصدرها جيميناي. الموضوع بدأ من قصة اتكررت قدامي كتير قوي. بشوف حد ظالم قاهر واكل حق غيره، شقاه، عرقه، سنين عمره، مستقبله، صحته، استهلك بني آدم تاني، يعني من الآخر قهرة يعني بالمعنى الحرفي للكلمة. والمؤلم مش بس الظلم، المؤلم هو رد فعل الظالم ده. تلاقيه عايش في أمان غريب وبيدعي إنه كده داخل الجنة، وبحجج غريبة بنسمعها كل يوم. على سبيل المثال، أنا ما بفوتش صلاة وبصلي السنن والنوافل وحافظ القرآن من جلدة للجلدة وصايم طول السنة، وكل ما تيجي فرصة بحج أو أعمل عمرة. ده غير إن أنا كمان بوزع صدقات والفقراء بيدعولي. أنا سمعتي وسط الناس ورع وتقي، ومحدش هيصدق أبدا إني ظلمتك. كلمتي هي المسموعة، واللي جاية دي بقى هي أكتر واحدة أنا اتعجبت لها. يعني ده أنا فلان الفلاني قريبي من الدرجة الأولى شهيد وهياخدني معاه على الجنة حتف. شفاعة بقى. والنتيجة المظلوم اللي اتقهر ده بيزداد قهر ومرارة، بس المرة دي المرارة مش من العبد اللي ظلمه، المرارة بتمس علاقته بالله عز وجل. لسان حاله بيقول يا رب أي إله أنت تظلمني في الدنيا وتكافئ اللي ظلمني في الآخرة؟ معاذ الله طبعا. للأسف الموضوع مش بيقف عند الغضب بس. انتشار فكرة إن الظالم هيعدي بعباداته وبقرايبه بتوصل المظلوم لمرحلة صعبة من التشكيك، وممكن توصل للإلحاد، لأن الفكر الشعبي صدر لنا صكوك غفران خلت الحقوق تضيع بحجة التقوى الظاهرية. من هنا بدأت أبحث. كان لازم أعرف الحقيقة بعيد عن الموروثات الشعبوية المغلوطة، لكن مفيش وسيلة تحت إيدي غير جيميناي. فسألته السؤال ده ومجموعة من الأسئلة، تبادلت النقاش معاه يعني، وعايزة أقرأ معاكم الحوار اللي دار ما بيني وما بين جيميناي. وأتمنى فعلا دكتور سعد الدين الهلالي يشوفها ويقول لنا هو ده جوهر الدين فعلا، لأن كما هو معلوم ما نقدرش نثق في إجابات الذكاء الصناعي قوي، بس هي على الأقل مبادئ للنقاش يعني. وده هيخليني أطلب منكم إن أنتوا تحاولوا تساعدوني إن الفيديو ده يوصل لدكتور سعد الدين الهلالي. أنا مش عايزاه ينتشر على الانترنت، انا عايزاه يوصل لدكتور سعد الدين الهلالي. هبدأ أقرأ لكم من بداية النقاش ما بيني وما بين جيميناي، وأنا حرفيا هقرأ مش هعمل حاجة تانية. طبقا للشريعة الإسلامية، أولا من هو شهيد وما هي حالات الاستشهاد؟ هل يشفع الشهيد لأهله حتى الظالم منهم يوم القيامة فيغفر لهم ظلمهم وقهرهم للآخرين؟ أجب مفندا المصادر. وهل الشهيد نفسه لو استشهد وهو ظالم شخص آخر هيضيع حق اللي اتظلم، سواء كان شهيد حرب أو حادث أو مرض إن صدق من قال باستشهادهم؟ وكيف تتحقق العدالة لمن ظلم من الشهيد أو من يشفع لهم الشهيد، أو بالبلدي كده ياخدهم معاه على الجنة؟ فند المصادر ودقق إجاباتك كعالم دين إسلامي أزهري مثل دكتور سعد الدين الهلالي. واستخدمت المود بتاع ثينكينج اللي هو بيدي عمق للإجابات. فرض عليا أهلا بك يا أخي الكريم، والله كتر خيرك، بس أنا بنت على فكرة، بس ما علينا. طرحك ينم عن عقل يتفكر ويبحث عن جوهر العدل الإلهي، وهو تساؤل مشروع ومنطقي جدا. دعنا نفند هذه المسألة بمنهجية أزهرية تحليلية تفرق بين حق الله وحق العباد، مستلهمين روح المنهج المقارن الذي يضع المصلحة والعدل كبوصلة للتشريع. أولا، من هو الشهيد؟ تحرير المصطلح. الشهادة في الإسلام ليست نوعا واحدا، والفقهاء قسموها إلى 3 أقسام بناء على نصوص السنة النبوية: شهيد الدنيا والآخرة، وهو شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الدفاع عن الوطن أو العرض أو المال، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه عند جمهور الفقهاء ويدفن بدمائه. شهيد الآخرة وهم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة مثل المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والحريق، والمرأة تموت بجمع في نفاسها، وكذلك من مات مدافعا عن مظلمة. هؤلاء يأخذون ثواب الشهادة في الآخرة، ولكن في الدنيا يطبق عليهم أحكام الموتى العاديين من غسل وصلاة. شهيد الدنيا وهو المنافق الذي يقاتل رياء يعامل في الدنيا كشهيد لكنه في الآخرة ليس له نصيب. طلبت منه يفسر معنى شهيد الآخرة اللي ذكروا في الجزئية على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلشان يفهمني المصطلح ده بعمق أزهري فقهي بيقول كالآتي: إن يجب أن نعرف أن الشريعة الإسلامية فرقت بين المكانة عند الله وبين الأحكام الفقهية في الدنيا. إليك التفصيل الدقيق لمعنى هذا المصطلح ومن يشمله. ما معنى شهيد الآخرة؟
الآخرة هو الشخص الذي منحه الله أجر وثواب الشهيد في الآخرة تقديرا لصبره على ميتة صعبة أو مؤلمة، ولكن في الدنيا على الأرض لا تطبق عليه أحكام الشهيد، أي أنه يغسل ويكفن، يصلى عليه صلاة الجنازة، يدفن في مقابر المسلمين العادية. بينما شهيد المعركة شهيد الدنيا والآخرة لا يغسل ولا يصلى عليه عند جمهور الفقهاء لأنه حي عند ربه. الأصناف بقى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وردت عدة أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم تحدد هؤلاء، ومنهم المطعون وهو من مات بمرض طاعون أو الأوبئة العامة ويلحق بها في العصر الحديث الفيروسات الفتاكة يعني زي كورونا والجو ده. المبطون وهو من مات بمرض في جوفه، إسهال، استسقاء، أمراض الكبد أو أي مرض باطني مؤلم، ده المبطون. الغريق من مات غرقا في ماء. صاحب الهدم من مات تحت أنقاض بناء سقط عليه مثل حوادث الزلزال وانهيارات البيوت يعني. الحريق من مات محترقا بالنار. المرأة تموت بجمع وهي المرأة التي تموت في نفاسها أو بسبب الحمل والولادة. المدافع عن حقه كما في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لماذا سمي هؤلاء شهداء؟ يقول الإمام النووي وغيره من العلماء إنما سمي هؤلاء شهداء بفضل الله تعالى لشدة ألم ميتتهم وعظم مشقتها، فجعل الله ذلك كفارة لذنوبهم وزيادة في أجرهم ليلحقوا برتبة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ومدي هنا ملاحظة للتدقيق إن نية الصبر بيشترط العلماء لنيل هذا الأجر أن يكون الميت صابرا محتسبا غير ساخط على قضاء الله. فنية الصبر دي أول حاجة في الشروط. 2 لا تضيع الحقوق. ماشي، احنا لسه هنروح لموضوع ان هل الشهيد ده هيقدر أساسا يملك لنفسه لو هو ظالم لحد يملك لنفسه الغفران ولا لأ. ثانيا شفاعة الشهيد هل هي سق غفران للظلمة؟ ورد في الحديث يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، ولكن هنا يجب أن نقف وقفة فقهية دقيقة. الشفاعة ليست وساطة بالمفهوم البشري. الشفاعة في الإسلام هي دعاء مستجاب بإذن الله وليست تجاوزا للقانون الإلهي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العظيم. شروط قبول الشفاعة: الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى، فإن كان الشخص ظالما قاهرا للناس سفاكا للدماء فهل يرضى الله عنه؟ الإجابة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. صدق الله العظيم. حقوق العباد: الخط الأحمر. القاعدة الفقهية الكلية تقول حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. الشهادة تكفر الذنوب التي بين العبد وربه، ترك صلاة أو تقصير في عبادة. أما مظالم العباد من قتل، سرقة، قهر، ضرب، أكل حقوق، استغلال فلا تسقط بالشهادة ولا بالشفاعة. ثالثا هل يضيع حق المظلوم إذا استشهد الظالم؟ هنا نأتي لجوهر سؤالك بالبلدي، ياخدهم معاه الجنة؟ الإجابة القطعية لا. لو استشهد الظالم يعني الظالم نفسه اللي هيشفع ل70 من أهله هو اللي استشهد. لنفترض شخصا مات غريقا وهو من شهداء الآخرة لكنه كان أكالا لأموال اليتامى أو ظالما لزوجته. الشهادة هنا قد ترفع عنه عذاب القبر أو تمنحه درجة عالية، لكن حق المظلوم يظل معلقا في رقبة الشهيد. يبقى ازاي هيعدي حد تاني وهو ما يقدرش يعدي نفسه يعني. 2 يوم التغابن في أرض المحشر يقف المظلوم ليأخذ حقه، فإذا لم يكن للظالم حتى لو كان شهيدا حسنات تكفي يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح على الظالم. قصاص ربنا بقى. 3 العدالة الإلهية. الله عز وجل لا يرضى أن يكرم شخصا بالشهادة على حساب شخص آخر المظلوم، فالشهادة مكافأة من الله للعبد على صبره أو موته موتة مؤلمة وليست وسيلة لهضم حقوق الناس. رابعا كيف تتحقق العدالة للمظلوم؟ هناك سيناريوهات وضعها العلماء لشرح كيفية استرداد الحقوق يوم القيامة بما يحقق العدل المطلق. القصاص بالحسنات والسيئات، هذا هو الأصل. المظلوم يأخذ من رصيد الشهيد حتى يرضى، لو كان الشهيد طبعا ظلمه، هو يقصد الشهيد الظالم. إرضاء المظلوم من فضل الله في حالات معينة، إذا أراد الله أن يغفر للشهيد أو لمن شفع له مع بقاء حق المظلوم فإن الله باعتباره صاحب الفضل الواسع يعرض على المظلوم قصورا وعطاء في الجنة فيقول المظلوم يا رب لمن هذا؟ فيقول الله لمن عفى عن أخيه. فإذا عفى المظلوم بطيبة خاطر مقابل عطاء الله هنا فقط يغفر للظالم. أما القهر القسري للمظلوم ليغفر للشهيد الظالم أو لمن يشفع له الشهيد فهذا مستحيل في ساحة العدل الإلهي. الخلاصة بلسان عالم أزهري، طبعا جيميناي اللي متقمص شخصية العالم ده عشان ما نتلخبطش، إن قول إن الشهيد يأخذ أهله معه الجنة حتى لو كانوا ظالمين وقاهرين للناس هو فهم السطحي الشعبي خاطئ للدين. الشهادة ساق تشريف للشخص في ذاته، الشفاعة رجاء
ودعاء لا يقبل إلا برضا الله وإحقاق الحقوق. تاني، الشهادة سبق تشريف للشخص بذاته، والشفاعة رجاء ودعاء لا يقبل إلا برضا الله وإحقاق الحقوق. العدل هو اسم الله، ولا يرتفع أحد في الجنة على أكتاف مظالم الآخرين. وبعدين كاتب المصادر الفقهية اللي هو رجع لها مثل فتح الباري لابن الحجر والمجموع للنووي تؤكد أن الشهادة لا تكفر الدين. الدين إن هو حد مستلف من حد حقوق المال، يعني في واحد استشهد وكان سالف من حد فلوس أو حاجة، فأهله لازم يسدوا الدين ده اللي هو حقوق المال. فكيف بما هو أعظم من الدين مثل قهر النفوس وسلب الحريات؟ المظلوم سيأخذ حقه من الشهيد ومن الشفيع ومن المشفوع له إلا إذا طابت نفس المظلوم بالعفو مقابل تعويض إلهي، مش ابتزاز مجتمعي، تعويض إلهي. طبعا هنا احنا مش بنتكلم على وضعية مسؤولية جنائية، وهو حتى هنا سألني هل ترى أن هذا التفريق بين الرتبة الدينية الشهادة وبين المسؤولية الجنائية الظلم؟ الحقيقة موضوع المسؤولية الجنائية ده مش موضوعي، أنا هنا بناقش الفكرة بتاعت إن احنا معانا صكوك الغفران، احنا نعمل اللي احنا عاملينه وانت مجبر انك تسامح او انك تسيب حقك علشان خلاص يعني انت كنا بنلعب صلح على قفاك وربنا معانا. فيعني انا موضوعي على العقيدة نفسها، ايمان الناس دي بتهز، يعني الظلمة اللي بيتمسحوا او يتحججوا بربنا او بإرادته وياخدوا صكوك الغفران بيدوها لنفسهم ويوزعوها على بعضهم، دول مشكلتهم معايا انهم بيهزوا عقيدة البني ادم. رجعت اساله تاني على الذنب التاني بقى، يعني احنا عدينا حكايه ان في حد ظلم حد، ففي ذنب الظلم. ما ذنب من ظلم ثم اتى المظلوم قائلا فلان من اقارب الدرجه الاولى لي مات شهيدا وسياخذني معه على الجنه، وما تاثير ذلك على المظلوم؟ دي الحته اللي انا عندي فيها مشكله. فبرضو انا مستخدمه الثينكينج مود بتاع جيميناي، وبعدين قال كالاتي: هذا الموقف الذي تصفه يا اخي الكريم كتر خيرك هو نوع من الاستعلاء الديني الزائف او التغول بالمفاهيم المغلوطه، وهو في حقيقته ظلم ثاني يقع على المظلوم، يعني ذنب تاني، عندما يتبجح أهل الظالم الذي مات ميتة شهيدة بأنهم ناجون بسببه، أو اللي ارتكبوا هو شفع لهم حسب العبارة بتاعت الشفاعة في 70 من أهله بأنهم ناجون بسببه، فهم هنا يرتكبون جناية في حق الذات الإلهية قبل أن يجنوا في حقه اللي هو تعرض للظلم عموما. يعني دعنا نفكك هذا الادعاء بالمنطق الأزهري المستنير والعدل الإلهي المطلق. برضو هكرر الكلام ده رأي جيميناي مش بسؤال شيخ، ده جيميناي، معلومات من جيميناي. 1. هل الشهادة ساق براءة من الظلم؟ الإجابة القاطعة لا. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. والدين هنا ليس فقط المال، بل هو رمز لكل حق للعباد، دم، عرض، مال، قهر، وجع قلب، كل سمي بقى. إذا كان الشهيد نفسه اللي باشر القتل في المعركة لا يغفر له درهم واحد أخده بغير حق، فكيف يغفر له قهر إنسان أو ظلم نفس؟ وكيف يشفع لغيره وهو نفسه محبوس بحقوق الناس؟ كلام منطقي بالنسبة لي. 2. كذبة سأخذك معي للجنة. الشفاعة ليس توريثا، هذا الادعاء من أقارب الظالم أو الظلمة قرايب الشهيد اللي هو ممكن يكون راجل طيب ما عملش حاجة، هو جهل مركب لعدة أسباب. الشفاعة ليست حقا مكتسبا، الشفاعة منحة يعطيها الله لمن يشاء وليست واسطة يفرضها الشهيد على الله. العدل الإلهي يحكم الشفاعة. القاعدة القرآنية تقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. صدق الله العظيم. فهل يرتضي الله عز وجل ظالما أو قاهرا ليدخل الجنة بالشفاعة وهو لم يرد المظالم؟ قانون لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان سيحاسب على عمله الشخصي. فإذا كان القريب ظالما أو معينا على الظلم فلو شفع له 1000 شهيد لن يقبل الله شفاعتهم فيه ما دام المظلوم متمسكا بحقه. 3. تأثير هذا الكلام على المظلوم: تحقيق العدالة النفسية. ما يشعر به المظلوم في هذه الحالة هو الاستضعاف، ولكن الحقيقة الشرعية هي العكس تماما. المظلوم هو سيد الموقف يوم القيامة في أرض المحشر، يسقط برستيج الشهادة وتتوقف الدواوين وينادي المنادي: أين المظلوم؟ إفلاس الظالم. في حديث المفلس يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص يأتي بصلاة وصيام وزد عليها شهادة، لكنه ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح على النار. الشهادة قد تلغى، من مات وهو ظالم قد يحرم أصلا من ثواب الشهادة، فالشهادة مقام صديق
ضيقين والظلم مقام شياطين ولا يجتمعان في قلب واحد عند الله. 4. كيف نرد على هؤلاء بالبلدي وبمنطق دكتور سعد الدين الهلالي، لكن خلوا بالكم ان ده بمنطق دكتور سعد الدين الهلالي مش على لسانه اللي بيتكلم جيميناي. نقول لهم الجنة ليست ملكية خاصة والله ليس محابيا لأحد. القول بأن الشهيد سيأخذ قرايبه الجنة هو فهم قبلي عائلي وليس فهما إسلاميا. الدين جاء ليقيم العدل وليس ليعطي حصانة للمجرمين، لأن عندهم شهيد في العيلة. يا من ظلمت لا يحزنك قولهم، فالله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الكلام الذي يقولونه هو غرور يحاسبون عليه أيضا لأنه استهزاء بالعدل الإلهي. الخلاصة للمظلوم يعني إن حقك محفوظ بقوة القانون الإلهي الذي لا يهزم. إذا مات ظالمك شهيدا بالمعنى الدنيوي كحادث أو مرض فهذا شأن بينه وبين ربه، لكنه يوم القيامة سيقف ذليلا أمامك ليعطيك من ثواب شهادته حتى ترضى أو يلقى في النار بظلمه لك. العدالة الإلهية لا تعرف الوساطة وحقك أنت مقدم على رتبة الشهادة. السؤال اللي بعده اللي سألته له، طيب والعبادات والسنن والإكثار من الصلاة والصيام والحج والعمرة وحفظ القرآن وإعطاء الزكاة هل يغفر للظالم ظلمه ويضيع حق المظلوم؟ فند الأسانيد. أهلا بك يا أخي. برضو في هذه المحطة الهامة من الفهم ما تطرحه هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، وهو الاعتقاد بأن العبادات اللي هي الطقوس هي مقاصة أو تبادل يمحو الجرائم الإنسانية بمنطق فقهي أزهري مستنير ومنهج دكتور سعد الدين الهلالي. لكن دكتور سعد مش هو احنا مستنيين رده، اللي بيتكلم جيميناي متقمص شخصية دكتور سعد الذي يعتمد على إعمال العقل في النصوص، وإليك تفنيد هذه المسألة بالأسانيد والقواعد الكلية. 1. القاعدة الكلية: حقوق العباد لا تسقط بالعبادات. هذا إجماع بين علماء الأمة سلفا وخلفا على أن الذنوب نوعان: حق الله صلاة صيام شرب خمر تقصير في ذكر، وهذا مبني على المسامحة، الله غفور رحيم بفضله. حق العباد: قتل قهر ظلم سرقة غيبة كسر خواطر كسرة قلب زي ما تحب تقول، وهذا مبني على المشاحة، أي لابد من استرداد الحق أو عفو صاحب الحق مش بالإكراه. يعني صراحة أنا الحتة دي يعني بعيد عن القراية هرجع أقرأ تاني، بس أنا الحتة دي مش فاهماها. يعني لما الناس تتكتل على حد انت لازم تسامح، انت لازم تسامح. هو انتوا يا جماعه يعني حتى لو اقول لكم مسامح بس انتوا دخلتوا جوه قلبه عشان تعرفوا اذا كان سامح ولا بيحاول يخلص من ضغطكم وابتزازكم ليه؟ ده هيجي قدام على فكره، انا سائلاه عليه. عموما نكمل قرايه. السند يقول الامام القرطبي والامام النووي اجمع العلماء على ان التوبه من المعاصي التي بين العبد وبين الناس لا تصح الا برد المظالم الى اصحابها واستحلالهم منها. يعني ان هو تحلني منها، اللي هو زي الاتراك كده ما يجي حد هيتفارق هيسافر او هيسيبوا بعض او هينهوا المجالس يقول له بنا حلالت، يعني حلني من اي اذيه شفتها مني في قعدتي. وبيقولوها على الميت، بيقولها الشيخ ويرددوها وراه 3 مرات: هلال اولسون هلال اولسون. يعني انتوا خلاص الميت اللي احنا بندفنه ده انتوا سامحتوه، يقولوا له هلال اولسون، حلناه من اي ذنب لينا. تاني حاجه تفنيد اثر الحج والعمره. حديث رجع كيوم ولدته امه. كثير من الظلمه يظنون ان رحله للبيت الله تمحو دموع المظلومين. التصحيح الفقهي: الحج يغفر الذنوب التي بينك وبين الله، أما المظالم فهي ديون في رقبتك. السند: لو أن شخصا سرق 1,000,000 جنيه ثم حج هل يعود وقد أصبح المليون حلالا؟ طبعا لا، باتفاق المذاهب الأربعة. الحج لا يسقط الديون المالية ولا القصاص في الدماء ولا رد الاعتبار لمن ظلم. 3. حديث المفلس، كنا ذكرناه قبل كده، اللي هو الصدمة النبوية للعباد الظلمة، وهذا هو السند القاطع الذي ينسف فكرة أن كثرة الصلاة تحمي الظالم. النص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح على النار. رواه مسلم. التحليل: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا صلاة وصيام وزكاة وهي أركان الدين، ومع ذلك لم تمنع صاحبها من النار لأن الظلم كان حاكما على العبادة. 4. حفظ القرآن. حفظ القرآن هل يشفع لحافظه الظالم؟ القرآن حجة لك أو عليك. السند: قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. الظالم الذي يحفظ القرآن يقرأ كل يوم ألا لعنة الله على الظالمين، فهو يلعن نفسه بآيات الله. حفظ القرآن لا يحمي الظالم بل يشدد عليه الحجة لأنه عالم بما حرم
حرم الله ومع ذلك فعله. 5. هل يضيع حق المظلوم؟ منظور العدالة المطلقة بمنطق دكتور سعد الدين الهلالي، عشان أنا قلت له إن المثال بالنسبة لي للإجابة نمط تفكير دكتور سعد الدين الهلالي، لكن اللي بيجاوب جيميناي مش دكتور سعد الدين الهلالي. احنا مستنيين رد دكتور سعد على الكلام ده. الله عدل، والعدل لا يقتضي أن يكافئ العابد الظالم بظلمه. يوم القيامة المظلوم هو الدائن، إذا كان للظالم صلاة أو صيام فهي عملة سيتنازل عنها الظالم رغما عنه للمظلوم كتعويض. حق المظلوم لا يضيع أبدا، إما أن يأخذ من رصيد عبادات الظالم أو يطرح من سيئاته هو المظلوم على الظالم. رقم 6. كيف تتحقق العدالة بالبلدي؟ الكلام بقى اللي احنا نفهمه. تخيل إن شخصا بنى مسجدا بمال حرام أو بمال أخده من قهر يتامى. عند الله المسجد صفر في الميزان. العبادة التي لا تهذب الأخلاق وتمنع الظلم هي رياضة بدنية وليس تقربا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقصر من الصلاة والصيام لكنها تؤذي جيرانها لا خير فيها، هي في النار. هذا سند صريح بأن كثرة النوافل لا تمحو أذى الناس. الخلاصة للجزئية دي، احنا لسه مكملين، الفيديو ده طويل على فكرة. الظالم الذي يظن أن سجادته ستحميه من دعوة المظلوم هو واهم ومخطئ في فهم جوهر الإسلام. العبادات شحن للطاقة الأخلاقية، فإذا فقدت الأخلاق وأساسها العدل أصبحت العبادة جثة بلا روح. حقك يا من ظلمت محفوظ، وصلاة ظالمك هي في الحقيقة رصيد بنكي يدخر لك أنت. السؤال اللي كان بعده، الآن ما قول الدين في من يقول بأن دعوتك على من ظلمك لك نصيب منها، وأنك مجبر مهما ظلمت أن تسامح من ظلمك حتى بلا عتاب ولا اعتذار منه حتى يتقبلك الله أيها المظلوم، علما بأن في القرآن آيات تدل على دعوة هابيل على قابيل ودعوة الأنبياء مثل موسى على جباري عصرهم. برضو نفس الديب ثينكينج بتاع جيميناي. هذا الكلام الذي تسمعه يا أخي هو تخدير ديني وتزييف لوعي المظلوم، وهو أبعد ما يكون عن مقاصد الشريعة والعدل الإلهي. هذا الخطاب غالبا ما يستخدم لحماية الظلمة وتكميم أفواه المظلومين، ويقوم على خلط خبيث بين الفضيلة والفريضة بمنهجنا الأزهري التحليلي. تاني، جيميناي اللي بيرد مش حد من علماء الأزهر. دعنا نفند هذا الادعاء الواهي. 1. هل دعوتك على من ظلمك تعود عليك بالضرر؟ هذا ادعاء باطل لا أصل له في كتاب ولا سنة، بل العكس هو الصحيح. الحق القرآني قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سورة النساء الآية 148. الله هنا أعطى تصريحا استثنائيا للمظلوم أن يصرخ وأن يدعو وأن يذكر سوء ظالمه، فكيف يعطيك الله الحق ثم يعاقبك عليه؟ السند النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين أرسله لليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لو كان المظلوم يضار بدعوته لكان النبي صلى الله عليه وسلم حذر المظلوم من الدعاء، لكنه حذر الظالم من وقوع الدعوة. 2. هل المظلوم مجبر على المسامحة لتقبل عبادته؟ هذا افتراء على الله. المسامحة في الإسلام هي رتبة إحسان، يعني اختيارية وليست شرط صحة للعبادة. العدل أولا، الإسلام دين العدل. المظلوم له 3 خيارات شرعية: القصاص، أن يأخذ حقه بالمثل في الدنيا عبر القضاء، قانون يعني. الدعاء، تفويض الأمر للقاضي السماوي لربنا يعني ليأخذ له حقه. العفو، وهو مقام عالي جدا لمن قدر واستطاع، وهو تفضل وليس واجبا، اختياري. عبادتك مقبولة، لا توجد آية أو حديث تقول إن صلاة المظلوم غير مقبولة حتى يسامح ظالمه. الله يقبل من المتقين، والمظلوم الذي يتمسك بحقه هو صاحب حق وليس آثما. 3. الأنبياء قدوتنا في عدم الصمت على الظلم. كما ذكرت في سؤالك بذكاء، القرآن مليء بنماذج لم يسامح فيها الأنبياء والمؤمنون ظالميهم، مفيش شك على بياض يعني. سيدنا موسى دعا على فرعون وملئه بقلب محترق: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فاستجاب الله له. فهل نقصت مكانة موسى عند الله لأنه دعا على ظالمه؟ بالعكس، كان هذا في تمام عبوديته لله العدل. سيدنا نوح عليه السلام دعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، صدق الله العظيم. هابيل لم يسامح قابيل بمعنى إسقاط الحق، بل قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، صدق الله العظيم، أي احمل وزرك وامضي على حسابك. 4. الفرق بين العفو وبين الاستكانة. هنا بيتكلم إن هو بيجاوب بمنطق الدكتور سعد الدين الهلالي، لكن برضو إحنا في انتظار رد دكتور سعد الدين الهلالي. اللي بيتكلم هنا جيميناي مش دكتور سعد. العفو لا يكون إلا عند القدرة. إذا سمحت وأنت
الضعيف المقهور فهذا ذل وليس عفو. الدين يطلب منك أن تكون قويا تأخذ حقك أو توكل الله فيه. أما إجبارك على التنازل عن حقك النفسي والمادي تحت مسمى الدين فهو ظلم مركب، لأنه هو ظلم واقع عليك وتعدي على ربنا العدل. المطالبة بالحق هي عبادة في حد ذاتها لأنك تعظم اسم الله العدل. الخلاصة بقى اللي بيقولوا الكلام ده برضو جيميناي اللي بيتكلم، قل لهم بأي شرع حكمتم. الحقيقة احنا بنبلدي بنقول لهم وانتوا تعبدوا ايه؟ 1. الله لا يضيع أجر المحسنين، لكنه أيضا لا يغلق بابه في وجه المستغيثين من الظلم. 2. المظلوم الذي يدعو على ظالمه مأجور لأنه استغاث بالقوي على الظالم ولم يلجأ للظلم مثله. 3. فكرة إنك مجبور تسامح حتى يتقبلك الله هي محاولة لشرعنة الظلم وجعل الضحية تشعر بالذنب، وهذا قمة قهر. نصيحتي لك اطمئن، دعوتك سهم نافذ، وتمسكك بحقك لا ينقص من دينك شيئا، ومن قال لك غير ذلك فقد اعتدى على مقام العدل الإلهي. لسه مكملين، هنروح على منطقة تانية بقى. وسألته سؤال: ما رأي الدين فيما يشعر به المظلوم من مرارة ونار القهر وكراهية تجاه من ظلم واستكبر ولم يقوى على رد ظلمه؟ وما الفرق بين إحساس المرارة والكراهية وإحساس الغل والحقد على الظالم وليس الحسد؟ أجب بأسانيد. إجابة جيميناي: أهلا بك يا أخي، أنت تلمس وترا إنسانيا غاية في الحساسية وهو سيكولوجية المظلوم في مرآة الشريعة. الخطاب الديني التقليدي أحيانا يضغط على المظلوم ليكون ملاكا، بينما الإسلام جاء ليتعامل مع بشر بمنهج أزهري يجمع بين فقه النص وفقه النفس. نفند هذه المشاعر الإنسانية بالأسانيد. أولا، هل نار القهر ومرارة الكراهية ذنب؟ الإجابة القاطعة لا، ليست ذنبا، بل هي دليل على حياة قلبك ورفضه للظلم. الله عز وجل لا يحاسب على المشاعر الاضطرارية التي تهجم على القلب نتيجة فعل خارجي اللي هو فعل الظلم. السند القرآني قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم. ليس في وسع البشر أن يصفعوا على وجوههم ثم يبتسمون بصدق، لذا فالله لا يطالبك بمحبة من سلبك حقك أو قهرك. مشروعية التألم. الله وصف دعوى المظلوم بأنها ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا؟ لأنها تخرج من قلب محترق، فلو كان الاحتراق والكراهية للظالم معصية لما استجاب الله للدعوة الناتجة عنها. ثانيا، الفرق بين المرارة والكراهية وبين الغل والحقد. هناك شعرة فاصلة دقيقة جدا يوضحها علماء السلوك كالإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. 1. مرارة الكراهية مشروعية الكره هي كراهية الفعل والفاعل لظلمه، واستكباره هي غضبة للحق، حكمها جائزة، بل هي من البغض في الله أن تكره من عصى الله بظلمك. هو موقف أخلاقي. السند: النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينظر في وجه وحشي بن حرب قاتل عمه حمزة حتى بعدما أسلم وحشي. قال له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ هذا دليل نبوي على أن المرارة النفسية لا تذهب بمجرد التسامح الديني، وأن الإنسان غير ملزم بمحبة من آذاه. 2. الغل والحقد. ده المرض النفسي. الغل هو أن يتمنى المظلوم زوال النعمة عن الظالم حتى فيما لا يخص المظلمة، أو أن يتحول الظلم إلى رغبة في تدمير العالم كله، اللي هو أنا اتظلمت عليا وعلى أعدائي وعلى الدنيا كلها، اللي يجي. الفرق الجوهري: الكراهية هي رغبة في العدل وانتصاف الحق. الحقد المذموم هو استمراء نار الغضب بحيث تفسد عليك حياتك وعبادتك وتجعلك تفكر في الظلم كوسيلة للرد، اللي هو أنا هظلم زي ما اتظلمت، ده غلط. بالمختصر، الكراهية هي رد فعل على الظلم، أما الحقد فهو تخزين لهذا الرد ليصبح نمط حياة ينهش في صاحبه قبل غيره. ثالثا، هل المظلوم ملزم بتطهير قلبه تجاه الظالم؟ بمنطق الدكتور سعد الدين الهلالي، مش دكتور سعد اللي بيرد، جيميناي اللي بيتكلم متقمص أسلوب تفكير دكتور سعد الدين الهلالي بناء على ما ورد عنه. تطهير القلب فضيلة وليس فريضة. يقول العلماء: سلامة الصدر مطلوبة تجاه المؤمنين المستورين الذين قد يخطئون في حقك خطأ عابرا. أما المستكبر الظالم فلا يوجد نص واحد في القرآن أو السنة يلزمك بأن تصفو تجاهه وهو ما زال على ظلمه واستكباره. السند: قال تعالى في وصف عباد الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. صدق الله العظيم.
الانتصار هنا يبدأ من رفض الظلم بالقلب وعدم الرضا عنه. رابعا، كيف تتحقق العدالة لهذه المرارة؟ الله عز وجل سمى نفسه العدل والمنتقم. هذه النار التي تشعر بها الله يراها، وفي الحديث القدسي يقول الله لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حق المظلوم في عدم المسامحة. شرعا لك كامل الحق أن تقول يوم القيامة: يا رب لا أسامحه وأريد حقي كاملا. الله لن يجبرك على العفو. العفو تجارة تعرضها عليك السماء، إن عفوت فلك كذا، لكن إن رفضت فالقانون هو العدل والمقاصصة. الخلاصة لمن يشعر بالقهر: لا تجلد ذاتك. شعورك بالكراهية والمرارة تجاه من استكبر عليك هو شعور إنساني فطري، والشرع لا يصادم الفطرة. فرق بين الفعل والذات: أنت تكره فيه ظلمه وكبره، وهذا كره ممدوح لأنه كره للرذيلة. العدل قادم. مرارة قلبك هي وقود لدعوة تفتح لها أبواب السماء. 4. نصيحة أزهرية، هي مش من الأزهر، هي من جيميناي. لا تجعل كراهيتك له تحولك إلى ظالم مثله، ولا تجعلها تمنعك من الاستمتاع بحياتك، فبقاءك حزينا هو انتصار ثاني للظالم عليك. أنا أتفق مع ده، ولو ان الجزء الثاني اللي هو انك تكون حزين دي صعب ان البني ادم لما بيتظلم ان هو يقدر يتحكم فيها، لكن يقدر يتحكم في انه ما يتحولش ظالم محقق اكيد يعني. بعد كده بيقول: نم قرير العين، فالله لم يأمرك ان تحب من ذبح روحك، بل امر الظالم ان ينتهي وامر العدل ان يأخذ مجراه. هنكمل تاني السؤال اللي بعده. أنا هنا سألته على دعوة محددة، فبقول له كالآتي: فماذا عن دعوة مظلوم على الظالم بأن يذيقه الله من نفس الكأس التي أذاق به المظلوم، وأن يجعلها من نسله وفي نسله، مع الدعوة للظالم بزيادة ماله وولده ليرى الهوان وهو في أعلى منزلة دنيوية، فلا يتلذذ بما صنعت يداه وهي في يداه. رد: هذا النوع من الدعاء ينم عن قهر زلزل الأركان، وهو ما يسميه العلماء دعاء المكلوم. أنت هنا لا تدعو بمجرد الهلاك، بل تدعو بالعدل الشعوري، أي أن يذوق الظالم مرارة الفعل بنفس التفاصيل التي أذاقها لغيره. بمنهج أزهري، جيميناي اللي بيجاوب مش الأزهر. تحليلي: دعنا نفكك هذا الدعاء المركب ونعرضه على ميزان الشريعة. جيميناي اللي بيرد: وقواعد العدل الإلهي. 1. الدعاء بأن يذوق من نفس الكأس. هذا الدعاء هو عين العدل، ويتسق مع القاعدة الإلهية: الجزاء من جنس العمل. الحكم الشرعي جائز تماما، المظلوم له الحق أن يطلب القصاص العادل، فإذا كان الظالم قد قهر المظلوم في سمعته، فمن حق المظلوم أن يدعو الله أن يرى الظالم ذلا في سمعته. السند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، صدق الله العظيم. والدعاء هو نوع من المعاقبة باللجوء للقاضي الأول الله. 2. الدعاء بزيادة المال والولد ليكون هوانا، الاستدراج. هذا ذكاء شديد في الدعاء، وهو يتوافق مع سنة إلهية تسمى الاستدراج. التكييف الفقهي: أنت هنا لا تدعو له بالبركة، بل تدعو عليه بالفتنة، أن يعطيه الله حتى يضغط ثم يأخذه وهو في قمة كبريائه ليكون السقوط مدويا. السند القرآني قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، صدق الله العظيم. وقال أيضا عن فرعون وقومه في دعاء موسى: بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا أطمس على أموالهم، صدق الله العظيم. أن يملك الظالم الدنيا ولا يتلذذ بها هو سجن داخلي، وهو نوع من العذاب النفسي الذي يجيده القدر إن شاء الله على كل ظالم. 3. المعضلة الفقهية: الدعاء على النسل. هنا نقف وقفة دقيقة كعلماء دين. مفيش علماء الدين هنا بيردوا، اللي بيرد برضو جيميناي. الإسلام وضع قاعدة ذهبية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. منظور العدل: الأصل أن الأبناء لا يعاقبون بذنب الآباء جنائيا عند الله. منظور الأثر: لكن من الناحية الواقعية الظلم دين، وكما أن الظالم قد يفتخر بنسله ويتقوى بهم على الناس، فإن كسر كبريائه في أعز ما يملك نسله هو أكثر ما يوجعه. رأي دكتور سعد الدين الهلالي بالقياس، يعني ده مش رأي دكتور سعد الدين الهلالي، ده جيميناي متقمص شخصية دكتور سعد الدين الهلالي. إذا كان النسل قد شارك الظالم في ظلمه، أو انتفع بالمال الحرام الذي سلبه الظالم من المظلوم، أو استقوى بظلم أبيه، فقد استحقوا أن يذوقوا من أثر الدعوة، لأنهم شركاء في الظلم بتركهم له أو انتفاعهم به. أما إن كان النسل صالحا ومنعزلا، فالله بعدله قد يصرف أثر الدعوة عنهم، ويجعل وجع الظالم فيهم بطريقة أخرى، كأن يراهم ناجحين لكنهم يتبرؤون من فعله، فيموت قهرا من رفض أولاده له.
يعني انا رايي في حاله الدعوه ان يشوفها على ايد نسله وفي نسله الا من رحم ربي. لو اتضافت الجمله دي يبقى تمام، لان الصالح فيهم ملوش ذنب انه يدفع ثمن اللي عمله اهله، لكن ان كان ماشي على نهج اهله فخلاص، ما هو في حد ذاته ظالم. 4. هل يستجاب هذا الدعاء المفصل؟ الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله لا يملى عليه من المظلوم كيف ينتقم، ولكنه سبحانه يسمع وجع المظلوم. أحيانا يستجيب الله الدعاء بحذافيره ليكون الظالم آية عبرة للناس، وأحيانا ينتقم الله بطريقة أبشع مما تمنى المظلوم، لأن علم الله بمواجع المظلمة أوسع من تعبير المظلوم عنها. يعني لسانك مش هيقدر يقوله ونفسك مش قادرة تحتويه، ربنا أعلم بيه. بالبلدي يا صاحب المظلمة، دعاءك أن يذوق من نفس الكأس هو تفويض لله ليذله بنفس السلاح الذي استخدمه ضدك. أما دعاءك عليه بالكسرة مالا وولدا لتكون حسرة عليه فهو موافق لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الخلاصة: أنت لم تعتد في الدعاء بل وصفت جرحك وطالبت بمساواته في الألم. اطمئن فسهام الليل لا تخطئ، والظالم الذي استكبر بماله وولده سيسلبه الله لذة الشعور بهما وسيجعلهم بالعدل الإلهي إما أدوات لعذابه أو شهود على ذله. لسه مكملة. رجعت بقى سألته تاني عن رأي الدين في عدم قدرة المظلوم على مسامحة الظالم الذي قهره، وعدم تصديقه لاعتذار الظالم اللي غالبا بيكون قدام الناس لاستغلالهم للضغط على المظلوم في حالة انكشاف أمر الظلم، وطلبت منه إنه يجاوب بأسانيد ويتحقق من الإجابة. وبرضه بستخدم الثينكينج مود بتاع جيميناي، واللي بيجاوب جيميناي إجابته: أهلا بك يا أخي، هذا تساؤل يضع اليد على الجرح المسكوت عنه في الخطاب الديني الشعبي، وهو إجبار المظلوم على المثالية بينما الظالم يرتعب في غيه. منهج ازهري استناري، منهج الدكتور سعد الدين الهلالي. بس هنا جيميناي اللي بيرد مش دكتور سعد ولا حد من الازهر. الذي يعلي من قيمة الانسان والاختيار. اليك تفصيل المسألة وتحقق منها. اولا: هل المظلوم آثم اذا لم يسامح؟ الاجابة القاطعة باجماع الفقهاء: لا. عدم المسامحة ليست ذنبا بل هو تمسك بالعدل الذي اقره الله. القاعدة الشرعية: العفو فضيلة وليست فريضة، الفريضة هي الا تظلم، اما اذا ظلمت فمن حقك الاصيل الا تعفو. السند القرآني قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. سورة الشورى الآية 39. الله هنا يمدح الذين ينتصرون لأنفسهم ويرفضون البغي، ولم يقل إنهم آثمون لأنهم لم يسامحوا. السند من السنة: موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع وحشي ابن حرب، وده احنا ذكرناه فوق قبل كده فمش هعيده تاني، وهو ملخصه ان هو عدم التصالح النفسي حتى لو انتهى الشق الجنائي. ثانيا: الاعتذار التمثيلي والضغط الاجتماعي. ما وصفته من اعتذار امام الناس للضغط على المظلوم هو في الحقيقة ظلم مركب وإكراه أدبي. 1. فساد النية في الاعتذار. التوبة والاعتذار في الإسلام شرطهما الإخلاص والندم، فإذا كان الاعتذار لتحسين الصورة أو إحراج المظلوم فهو اعتذار باطل شرعا ولا يسقط الحق. 2. قاعدة الإكراه: أي تنازل ينتزعه الظالم من المظلوم بالحياء أو الضغط الاجتماعي هو تنازل باطل فقهيا. القاعدة الفقهية تقول: المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. إذا قلت سمحت أمام الناس بلسانك وقلبك يغلي فحقق عند الله ما زال قائما، والله لا يعتد بكلمة خرجت تحت ضغط كلام الناس. الحقيقة أنا هنا هضيف حاجة تانية، ويعني ده في حد بيعتذر، يعني الموقف اللي هنا اللي كلمته عليه إن حد بيعتذر على رياء للناس، وده بيبان لأنه بيكرر نفس الغلط. لكن في حالة تانية اللي هو في حد مش عايز يعتذر، يعني هو غلطان وعارف إنه غلطان بس عايز اللي اتظلم يجي كده يعني زي الكلب عند رجلي وأنا مش هعتذر له، كبر واستعلاء، وبيبعت الناس علشان يجيبوا اللي اتظلم للظالم ويتقال له ما تفتحش بقك وما تتكلمش وتعامل كأن ما فيش حاجة اتعملت واعدل وشك وابتسم. يعني بلطجة مفيش بعدها بلطجة. هرجع تاني اقرا لجيميناي بعد التعقيب ده. ثالثا: الفرق بين قبول الاعتذار وبراءة الذمة. هناك خلط كبير يقع فيه الناس والتحقق الفقهي يقتضي التفريق ما بينهما. المظلوم غير مجبر على التصديق. إذا شعرت أن الظالم يمثل أو يستغلك فمن حقك شرعا رد اعتذاره. الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. صدق الله العظيم. حق المظلوم في العتاب أو المقاطعة: لك الحق أن تقول قبلت اعتذارك، بمعنى أنني لن أؤذيك لكن لا أريد رؤية وجهك ولا التعامل معك. هذا ليس خصاما مهجورا بل هو وقاية نفسية، وده زي موقف النبي مع وحشي ابن حرب.
رابعا، هل يعاقب الله المظلوم على عدم المسامحة؟ بالعكس، الله هو العدل. يوم القيامة يقف الظالم والمظلوم، فإذا رفض المظلوم المسامحة لا يقول الله له أنت قاسي القلب، بل يقول للظالم أعطي الحق لصاحبه. التحقق من الروايات، ورد أن الله يعرض على المظلوم قصورا في الجنة ليغريه بالعفو تفضلا من الله، فإذا رفض المظلوم حتى هذا العرض أخذ حقه من حسنات الظالم رغما عن أنف الظالم. الله يحترم إرادة المظلوم أكثر من رغبة الظالم في التوبة. التحقيق النهائي من الإجابة بمنظور عالم أزهري. جيميناي اللي بيرد، مفيش حد من الأزهر هنا. 1. الأسانيد، القرآن شرع القصاص العدل قبل العفو اللي هو الفضل في سورة الشورى الآية 40. الواقع النفسي، الشريعة جاءت لمصلحة العباد وليس في مصلحة الإنسان أن يجبر على احتضان من طعنه، فهذا يؤدي لانفصام الشخصية والمرض النفسي. وبعدين نقول الناس مالها، جرالها إيه؟ 3. النتيجة، عدم قدرتك على المسامحة هي حق إنساني مشروع، وتشكيكك في اعتذار المنابر والناس هو فطرة سليمة، وخصوصا إن دايما اللي بيعتذر قدام الناس وبيعمل الحركات دي هو في واقع الأمر بيعيدها وبيعيد نفس التصرف بأبشع مكان. نصيحتي لك، لا تسمح لأحد أن يمارس عليك الإرهاب الديني باسم التسامح. المسامحة هدية تعطى لمن يستحقها ولمن ندم حقا، وليست ضريبة يدفعها المظلوم ليرضى المجتمع. وأعاد ذكر القاعدة الفقهية اللي هي بتقول إن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. في مروية كده منتشرة في المجتمع، شفتها كتير فسألته عنها. المروية دي قلت له كالآتي: ما رأي الدين بأن الظالم الذي توفى سيدخل الجنة، والدليل كثرة أعداد من تسابق على حضور جنازته وهو يعلم أو لا يعلم بما اقترفه المتوفي من ظلم مستتر كاستضعاف يتيم من أقاربه، أو ظلم لأخت أو أخ مستضعف، أو لم يرد أن يفضح ظلمه في الدنيا واكتفى بالدعاء. وما القول في ولد الظالم، ابنه يعني أو بنته، الذي يستعلى ويكمل العدوان على المظلوم؟ فند الأسانيد وتحقق. رد جيميناي: أهلا بك يا أخي، هذا تساؤل يلمس وترا شديد الحساسية في مجتمعاتنا، حيث تتخذ المظاهر الاجتماعية كصكوك غفران شرعية. دعنا نفكك هذا الوهم بمنهجية أزهرية علمية ونفند هذه الادعاءات بالأسانيد الصحيحة. مفيش أزهر بيرد هنا، جيميناي اللي بيرد. أولا، هل كثرة المصلين في الجنازة دليل على دخول الجنة؟ هذا الاعتقاد الشائع هو فهم قاصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. التفنيد والتحقيق. 1. الشفاعة دعاء. الشفاعة هنا معناها الدعاء، والله عز وجل هو الذي يقبل أو يرفض. 2. شرط الشفاعة لا تجوز في حقوق العباد إلا برضا أصحاب الحقوق، فلو صلى على الظالم 100,000 فإن صلاتهم تنفعه في حق الله، التقصير في العبادة يعني، لكنها لا تسقط شعرة واحدة من حق اليتيم أو الأخت أو الأخ المظلومين. 3. الشهادة على من يعلمون. الناس تشهد بما ظهر لها والله يحكم بما بطن. قال العلماء: شهادة الناس للميت تكون نافعة إذا كانت عن معرفة بفضله، أما إذا كانت شهادة مظاهر أو عن جهل بظلمه المستتر فالله أعلم بعباده. القاعدة: الجنازة الحاشدة قد تكون تكريما دنيويا أو ستر من الله، لكنها ليست محكمة نهائية. فرعون شيعته جيوش، والظلمة عبر التاريخ وجدوا من يسير خلفهم، والعبرة بديوان المظالم لا بعدد الأقدام. ثانيا، الظلم المستتر، قهر الأقارب واليتامى. ظلم الأقربون هو أشد أنواع الظلم إثما، لأنه يجمع بين الظلم وقطيعة الرحم وخيانة الأمانة. اليتيم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الآية لم تفرق بين من يأكلها علنا أو مستترا. الظلم الخفي، الله سمى نفسه الخبير والبصير. الستر في الدنيا هو استدراج للظالم ليذوق وبال أمره يوم القيامة، حين تنصب الموازين ويقال: وكفوهم إنهم مسؤولون. ثالثا، ولد الظالم الذي يستعلى ويكمل العدوان. هذا الولد يرتكب ما يسمى في الفقه إقرار الظلم والاستمرار فيه، وحكمه كحكم أبيه تماما. 1. الشراكة في الإثم، من رضي بظلم أبيه واستقوى به فهو شريك له. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال المفسرون: أزواجهم أي أشباههم ونظائرهم ومن صار على ضربهم. 2.
الاستعلاء بالباطل، استعلاء الولد بمال أبيه الظالم أو قوته هو كبر، والكبر لا يدخل صاحبه الجنة. 3. عقوبة الوارث للظلم، الوارث الذي يعلم أن هذا المال أو هذا العقار مغصوب أو مأخوذ من حق أخت أو يتيم ثم يرفض رده هو غاصب شرعا، وصلاته في هذا المكان باطلة ودعاءه غير مستجاب. 4. كيف تتحقق العدالة للمظلوم المستتر؟ بمنطق دكتور سعد الدين الهلالي، دكتور سعد ملوش علاقة بولا حرف من ده، جيميناي اللي بيتكلم. العدل الإلهي لا يتقيد ببروتوكولات البشر. يوم الفضيحة يوم القيامة يسمى يوم تغابن ويوم تبلى السرائر. هنالك سيخرج المظلوم الذي سكت في الدنيا حياء أو استضعافا، يعني من ساكت علشان عنده حياء، عنده كرم، لو اللي ظلموا من اهله مش عايز يفضحهم، صاين هو لصلة الرحم انتهاكها غيره، او مستضعف ان هو لا حول له ولا قوة، ما عندوش حاجة تانية يعملها. سيخرج هذا المظلوم ليأخذ حقه من الظالم المستور امام كل الذين حضروا جنازته، بس يوم القيامة بقى مش في الدنيا. خيبة الامل، تخيل مئات المصلين يشفعون لشخص فيأتي يتيم واحد او اخت مقهورة فتقول يا رب خذ لي حقي منه، فتتوقف كل تلك الشفاعات ويحكم للمظلوم. التحقق بالأسانيد، السند الأول حديث المفلس الذي ذكرناه سابقا وهو في صحيح مسلم، وهو قاطع في أن العبادات والمظاهر تسقط أمام حقوق العباد. السند الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والستر في الدنيا هو نوع من الإملاء أو إعطاء الفرصة وليس دليلا على الرضا. الخلاصة، الجنازة الكبيرة ليست صدق براءة، فالناس يحكمون بالظاهر والله يتولى السرائر. الظلم الخفي عند الله أعظم لأنه اقترن بالخداع وتدليس. 3. الابن المستعلي هو ظالم مستأنف جديد وسيحاسب على ظلمه الشخصي وعلى إرث الظلم الذي قبله ورضى به. 4. المظلوم صمتك في الدنيا وقار ودعاءك سهم وحقق دين في رقبة المتوفي وورثته، لا يسقط بصلاة جنازة ولا بتقادم السنين. هروح للنقطة، طلبت منه انه يراجع الاسانيد ويراجع كل اللي هو قاله من الاول للاخر ويدقق فيه، هسيب لكم الجزء ده تقروه انتوا في اللينك اللي تحت. وطلبت منه انه يلخص في نقاط ما سبق في حق الظالم والمظلوم ويدينا العبرة الشاهدة من الموضوع. فالتلخيص جه كالآتي: إليك يا أخي تلخيصا مركزا في نقاط يجمع شتات ما ناقشناه بمنهجية أزهرية عقلانية. جيميناي اللي بيقول مفيش أزهر هنا اتكلم. تضع النقاط على الحروف في قضية العدل الإلهي. أولا، في حق الظالم كشف الأوهام، الخط الأحمر حقوق العباد، لا تسقطها الشهادة ولا تمحوها الصلاة ولا يغسلها الحج. الشهيد يغفر له كل شيء إلا حق الغير، ده الشهيد نفسه مش اللي بيشفع له الشهيد. العبادة جثة بلا عدل. الصلاة والصيام دون رد المظالم هي أرصدة تدخر في بنك المظلوم يأخذها المظلوم حسنات يوم القيامة حتى يفلس الظالم. وهم الجنازة والزحام، كثرة المصلين على الظالم هي ستر دنيوي وليست صك براءة، فالله يحكم بالسرائر لا بالمظاهر، وشهادة الناس لمن لا يعرفون حقيقته لا تغير من حكم الله شيئا. الميراث المسموم، الابن الذي يرث مالا حراما أو يستمر في قهر استقوى به أبوه هو ظالم أصيل وشريك في الإثم، ودعائه لوالده مردود طالما لم يرد الحقوق لأصحابها. ثانيا، في حق المظلوم استرداد الكرامة، حرية القلب، أنت غير ملزم بالمسامحة والشرع لا يجبرك على حب من حطمك. عدم العفو حق مشروع وليس نقصا في الدين. بطلان إكراه الحياء، أي مسامحة نزعت منك بضغط اجتماعي أو إحراج أمام الناس هي باطلة شرعا، وحقك يظل قائما عند الله لأن العبرة بما في القلب. سيد الموقف، المظلوم يوم القيامة هو الدائن، والظالم حتى لو كان شهيدا أو حافظا للقرآن هو المدين الذليل الذي ينتظر كلمة عفو منك ليمر. شرعية الألم، مرارة القهر ونار الكراهية للظالم هي مشاعر إنسانية فطرية، والأنبياء قبلك صرخوا ودعوا على ظالميهم، فالله لا يحاسبك على وجعك بل يحاسب من أوجعك. العبرة شاهدة من الموضوع إن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة، والكون مبني على التوازن لا على المحاباة. العبرة الحقيقية هي أن الدين أخلاق ومعاملة قبل أن يكون طقوسا ومظاهر. إن الله عز وجل من عظمته جعل حق الإنسان مقدما على حقه هو، فالله يسامح في حقه بكلمة استغفر الله، لكنه لا يتدخل في حقك أنت إلا إذا شئت. الظالم الذي ينام مطمئنا لأن الناس تمدحه أو لأن ابنه شهيد أو لأنه كثير الصلاة فهو في الحقيقة مفلس مخدوع. يجمع حسنات ليوزعها عليك يوم القيامة كتعويض عن كسر خاطرك
أو أكل حقك. نصيحة أخيرة، جيميناي اللي بيتكلم مش أنا: لا تترك هوان الدنيا ينسيك عظمة القاضي، فالدنيا فندق والآخرة مستقر، وهنالك لا ظلم اليوم. دي كانت الإجابة اللي وصلت ليها، والأسئلة اللي جات بخاطري، والمواقف اللي أنا افتكرتها، وردود الأفعال اللي شفتها في المجتمع. الإجابة اللي أنا وصلت لها زي ما شفنا بتقول إن ربنا عدل، وإن مفيش صلاة ولا صوم ولا قرابة هتشفع لظالم قهر إنسان، وده مخيف للظالم ومطمئن للمظلوم. يا دكتور سعد الدين الهلالي، هل المعلومات دي دقيقة؟ وهل فعلا نقدر نقول للمظلوم اطمن زي ما فهمنا من اللي قاله جيميناي، وإن حقك مش هيضيع لا دنيا ولا آخرة؟ الحقيقة أنا معرفش، أنا ده كان اجتهادي. ودلوقتي اسمحوا لي ان اطلب منكم المساعده علشان نوصل الفيديو ده لدكتور سعد الدين الهلالي، علشان نصحح مفاهيم كتير عندنا وجعت ناس كتير قبلنا، شككتهم حتى في دينهم. وشكرا لكم، سلام عليكم.